خواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديوهات اللي قبل كنا هضرنا عن المشكل اللي واقع ما بين المغرب والجزائر فيما يخص الشان او كاس افريقيا ديال المحليين الاقل من 23 سنه، وهضرنا عليه وتكلمنا عليه وشفنا التصريح اللي دار الرئيس الجزائري الجريده ديال فيغارو الفرنسيه. المغرب كما كنت قلت لكم كان راسل الاتحاد الافريقي باش يدخل على الخط. فعلا الاتحاد الافريقي دار واحد المراسله للسلطات الجزائريه، وخاصه الاتحاد ديالهم ديال الرياضه، يعني بحال قلت شي الجامعه المغربيه حنا عندنا، هما عندهم الاتحاد ديال الكره ديالهم. وكان واحد البلاغ اللي هو قاصح بزاف وصارم، يعني هكذا كاين واحد الامر على انهم يوفروا جميع الظروف الملائمه، وخاصه في اطار التنقل بطائره خاصه للمغرب باش يحضر لها التظاهره الرياضيه باعتباره انه واحد العرس افريقي. ولكن في نظري ان السلطات الجزائريه ما غاديش يمكن بجميع الاحوال انها غتنازل، لان اليوم كما كنت هضرت وتكلمت ماشي بقى غير صراع رياضي، ولكن هو صراع سياسي بالدرجه الاولى في قالب رياضي. شكون اللي غادي يحني الراس، شكون اللي غادي يخضع للضغوطات ديال الاخر؟ المغرب كما قلت ما عنده ما يخسر. إذا الجزائر وافقت أن تحل المجال الجوي ديالها فهذا يعتبر انتصار للدبلوماسية المغربية. ولا الجزائر ما حلاتش المجال الجوي ديالها، المغرب ما عنده ما يخسر، غادي يبقى في الدار ديالو، وبالتالي فما خضعش لهذاك الإدلال اللي بغات تحطنا فيه الجزائر. اشنو يستفاد من هذا الشيء هذا؟ يستفاد على انه هذيك الهضره ديال خاوه والاخوه وديك الكلمات المعسوله الدبلوماسيه ما بقات تساوي حتى شي حاجه. والغريب في الامر على انه التصريح ديال الرئيس الجزائري تيجي من فرنسا اللي اليوم المخابرات ديالها كتضغط على الرئيس الفرنسي باش ما يخضعش للضغوطات المغربيه، الضغوطات ديال المغرب اللي كتشمل بخصوصا انه يكون واحد الموقف صريح وواضح من قصر الإليزي فيما يخص الصحراء المغربية. المغرب واش عنده شي ضغوطات يفرضها على فرنسا؟ المغرب عنده فين يلعب بزاف، واهم ورقة عند المغرب هي الورقة الأمنية والورقة ديال المصالح الاقتصادية اللي كاينة في فرنسا داخل المغرب. لذلك المملكة المغربية مطالبة اليوم واكثر من اي وقت مضى على انها تكون حازمة جدا ولا لزيارة الرئيس الفرنسي الا بشروط مغربية. وراه من غير الصحراء المغربية كاين بعض المسائل اللي المغرب كيناقشها في الكواليس مع السلطات الفرنسية، وهو فيما يتعلق بالانفصاليين المتواجدين داخل التراب الفرنسي. ايضا بعض الناس اللي كينشطوا، وما تنقولش كينشطوا انايا، ولكن هما كيعتبروا راسهم نشطاء حقوقيين، ولكن هما فقط محطوطين باش يضربوا في المصالح المغربية. انا حسب تحليلي المتواضع فرنسا ما غاديش تخضع للمغرب في هذا الضغط هذا. علاش؟ لانهم كتخليهم عندها واحد الورقه غتستعملها في الوقت اللي يبان لها بان المغرب راه ما غاديش يحني الراس، وبانه كيقابل فرنسا الند للند ووجها لوجه. اللي ما كيعرفش فرنسا وهذا الشيء حتى في العلاقه ديالها مع الجزائر ولا مع تونس، مثلا في علاقتها مع الجزائر ديما حاطه الورقه ديال هذوك القبائل اللي بغاو يستقلوا، حاطه واحد الورقه عندها وكتستضيفهم وكتعطيهم مؤتمرات ويهضروا كيف ما بغاو. ولكن ما عمرها ما طالبت مباشره السلطات الجزائريه انها
تلقى معاهم شي حل. هذاك الشيء اللي ما كتخلي ورقه الضغط كتستعملها في الوقيته اللي كتشوف المصالح ديالها مهدده. كذلك هو مثال مع المغرب، هاد الناس هادو اللي عندهم قنوات في اليوتيوب ومعروفين وكيضربوا المصالح المغربيه وهم مغاربه اكلوا وشربوا واستنشقوا الاكسجين ديال المملكه المغربيه، هادو معروفين عند السلطات الفرنسيه، ولكن عمرها ما غتقدمهم كقربان للمملكه المغربيه الا اذا كانت هناك شي صفقه ما ولا كانت شي اتفاقيه ما. ولكن في القريب هذا اللي كنعيشوه ما غتكون حتى شي صفقه من هذا القبيل. المغرب رافع بزاف سقف الطموحات ديالو، المطالب ديالو كبيره بزاف، ماشي مجرد واحد التفاعل اقتصادي ولا شي حاجه ولا هذه، ولكن المغرب هو باغي يعيش واحد الحوايج اللي ما عاشهم قبل. وهنا تنهضروا على الطريقه الدبلوماسيه اللي اصبح كيعالج بها الامور في سياسه انت رابح وانا رابح. هاد القوه اللي المغرب ولا كيعيشها منين جابها ومنين اكتسبها من بدا يخرج من التبعيه لفرنسا، من التبعيه لهاد الدوله هذه. ولعل المغرب اليوم في اطار واحد المقاربه، وما كنهضر على مقاربه كنهضر على اللغه. اليوم اصبح المغرب مطالب انه يتجه الى لغه غير اللغه الفرنسيه، وهذا الشيء ولا كيبان، ولاو الان كيمشيو للغه الانجليزيه. الاقتراب اكثر من الدول الناطقه ايضا بالانجليزيه، وهنا كنقصد الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا. كل هذه العوامل هذه هي اللي خاص المغرب يتكلم عليها ويهضر عليها ويوقف واحد الوقفه حازمه. اليوم ما بقاش واحد المجال انه يكون واحد التراجع للوراء، صافي رفعنا سقف المطالب الى القمه، خصنا نبقاو في القمه وكونوا متاكدين على ان الملك محمد السادس لن يستقبل بتاتا الرئيس الفرنسي حتى تكون هناك ضمانات بانه غادي يخرج منه واحد التصريح ويخرج منه واحد شبه اعتراف بان الصحراء المغربيه، ويخرج من المنطقه الضبابيه. وحنايا في هذا الجبل هذا اللي فيه ايضا الضباب، كما قال ناصر بوريطه وزير الخارجيه المغربي، خاص فرنسا تخرج من منطقه الراحه وتعطينا موقف واضح جدا، وما تبقاش شاده العصا من الوسط وهي الرابح الاكبر في هذا الصراع اللي كيجمع وكيفكك ما بين الاخوه المغاربه والجزائريين. كان اخواني اخواتي هذا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم، ولا عجبكم الله يكون بارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.